بصوا بقى يا حبايبي، جايبه لكم النهارده طريقه بقى لتخليل الزيتون. مش عايزه بقى اقول لكم على حلاوتها وجمالها وشكلها. شوفوا بقى حاجه كده ايه من الاخر. جايبه لكم طريقه حلوه جدا، وهي أنا بالنسبه لي انا جديده، لان انا دايما بعمل الزيتون المخلل، بس بعمله بصراحه بطريقه غير دي خالص. النهارده بقى اعتمدت طريقه الشيف ليلى النجار. بحبها جدا بصراحه، وفيديوهاتها حلوه قوي وبتعجبني. فانا اعتمدت الطريقه بتاعتها النهارده، فقلت بقى اعملها معاكم واوريكم طريقه جديده وفكره حلوه جدا لتخليل الزيتون. وخلال شهر ونص بالكتير قوي هتكونوا بتاكلوه ان شاء الله، وهيطلع معاكي احلى زيتون مخلل بطريقه جديده وسهله وبسيطه وحلوه جدا. يعني هتاكلي الدقه بتاعته دي قبل الزيتون نفسه. بصراحه الطريقه عجبتني قوي، وقلت اجربها معاكم، وما رضيتش ابخل عليكم بقى بالمعلومات اللي انا فهمتها من الفيديو ده. فقلت بقى اعملها معاكم كده مباشر على طول، ونشوف الطريقه كده هتعجبكم ان شاء الله. واحلى زيتون مخلل هتاكليه. ويلا بينا بقى ندخل كده نشوف النهارده هنعمل ايه مع بعض. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا كده احنا اول حاجه دايما بنجيب طبعا الزيتون بتاعنا. هو السنه دي بصراحه الزيتون مش كتير، وفي نفس الوقت برضو سعره غالي جدا السنه دي، بس انا عشان كده ايه جبت هم 3 كيلو بس اللي انا جبتهم، ما جبتش اكتر من كده. فقلت بقى ايه، بدل ما نجيبش خالص لا نجيب 3 كيلو، مع بقى الشطه الخضراء والحاجات اللي احنا بنحطها، فبتزود برضو الكميه معانا. فان شاء الله النهارده الطريقه بتاعتنا هتعجبكم. وما تنسوش بقى اللايك كده، حطوه على طول كده في الاول عشان ما تبخلوش علينا بقى باللايك الحلو بتاعكم. ونشوف بقى الزيتون بتاعنا هنعمل فيه ايه. مبدئيا بقى اول حاجه معايا الزيتون طبعا زي ما انتم شايفينه كده. هو زيتون تفاحي، طبعا انتوا عارفين في انواع كتير جدا من الزيتون. في عزيزي وفي حاجات تانية كده ما اعرفش اساميهم كلهم بصراحه، بس انا قلت ايه، دايما بحب اجيب العزيز اللي هو التفاحي. الزيتون التفاحي بيبقى طبعا كله لحم كده وحلو. جبت بقى الزيتون، ومعايا طبعا الليمون. اهم حاجه الليمون في موضوع الزيتون، تخليل الزيتون ده اهم حاجه الليمون. ومعايا بقى اللي هي الشطه الحمراء اللي احنا مفرزينها مع بعض قبل كده. ومعايا جزر، طبعا برضو الجزر غالي جدا، يعني هي كل حاجه بصراحه يعني اسعارها معديه. يعني الجزر اللي انا جايباه كيلو ب30 جنيه، معرفش عندكم بكام. بس انا جايباه ب30 جنيه. والزيتون برضو حاجه و30، يعني ممكن 35 كده، يعني في الحدود دي. الشطه الخضراء طبعا من عندنا ابويا، ربنا يخليه يا رب كده واشوفه دايما في احسن صحه واحسن حال. طبعا انتوا عارفين ان هو جمع لي الشطه قبل كده وجابها لي هو وروان. فانا طبعا عينتها لما جبت الزيتون بقى وجهزت حاجه التخليل كده، فقلت ايه نظبطها مع بعض. طبعا اول حاجه عملتها ان انا شققت الزيتون. وطبعا الزيتون انا مش هنقعه كتير، انا اصلا في الطبيعي ما بشققهوش اصلا، بحطه كده سليم، بس انا المره دي بقى اعتمدت طريقه الشيف ليلى النجار، فانا شققته وركنته كده على جنب. هو هيقعد بس في الميه منقوع حوالي 3 ساعات، مش اكتر من كده. في ال3 ساعات دول بقى هتغيروا له الميه بتاعته بقى ايه، بتاع 10 مرات، 20 مرة، على قد ما تقدري تغيروا له الميه كل شويه غيريها. ومعايا طبعا الليمون ده انا شققته كده. الليمون ده طبعا انا هغليه في الميه بتاعته دي. هحط عليه ميه من الحنفيه واغليه. وهنستعمله بعد كده ايه، لان احنا مش هنحط ميه خالص على المخلل، هيبقى ميه ليمون بس. معايا الليمون ده برضو انا هعصره، لان طبعا عايزه برضو عصير ليمون لوحده، غير الميه الاساسيه اللي هي بتاعه التخليل. طبعا قشر الليمون ده اساسي مش هنرميه، هنستعمله برضو. معايا بقى الليمون بعد ما عصرته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ده اساسي اساسي في تخليل الزيتون. الكيلو الزيتون بياخد نص كيلو ليمون. يعني انا جايبه 3 كيلو زيتون، هستعمل لهم كيلو ونص ليمون. حطيت نص الكميه طبعا بسلقها زي ما انتم شايفين كده في الميه، لان الميه دي اللي انا هستخدمها بعد كده، ان انا هحطها بقى على المخلل بتاعنا، لان انا مش هحط ميه من الحنفيه خالص. الميه دي بعد كده بتبقى طبعا بتحفظ المخلل وبتديله برضو طعم حلو جدا، لان هي ميه ليمون خالص. وهناخد برضو العصاره اللي فيه. طبعا بقى انا معايا حاجتي كده ايه جاهزه. جهزت الزيتون بتاعي، شلته بقى من الميه، وبشرت الجزر وظبطت الدنيا بقى، جهزت كل حاجه، والشطه برضو عملتها. ظبطتها كده بالسكينه ونضفتها وغسلتها برضو جاهزه. ومعايا بقى الملح بتاعي والخل، ومعايا الشطه الهريسه بتاع الشطه، ومعايا بقى الليمون المعصور، ومعايا قشر الليمون برضو مش هيترمي. معايا بقى الجزر بشرته زي ما انتم شايفينه كده. بتبشريه من اليمه اللي هي الخشنه، مش عايزاه ناعم، عايزاه برضو البشر بتاعه يكون عريض كده. معايا ورق لورا، ومعايا توم. كده انا حاجتي جاهزه كلها زي ما انتم شايفين كده على التخليل.
اهم حاجه تنجزي كل الحاجات اللي قدامك دي كلها وتبقي مجهزاها، بحيث ان انت هتقفي بقى تخلي لي كل حاجتك. معايا الليمون بعد ما اتسلق زي ما انتم شايفين اهو، هاخد العصاره اللي فيه دي كده ايه هنزلها في الميه دي، اهم حاجه في الليمون. طبعا القشر بتاعه برضو انا مش هرميه، هستعمله. كل حاجه بنعملها دلوقتي احنا مش هنرميها، يعني قشر الليمون ده يعتبر كنز بالنسبه لنا دلوقتي. زي ما انتم شايفين بقى هنزل كل العصاره اللي في الليمون ده كله في قلب الميه. الميه طبعا بعد ما غليت بقى بالليمون وبردت خالص انا هستعملها بعد كده في التخليل زي ما انتم شايفين كده. هعمل بقى الكميات كلها واجهزها. هجيب بقى الطبق بتاعي وهبدا ان انا ايه اجهز المخلل بتاعي. اول حاجه طبعا نزلت بالشطه زي ما انتم شايفين كده، الشطه مغسوله وتمام قوي. ونزلت عليها بالزيتون. الزيتون ده ما شاء الله يعني من الحاجات الاساسيه اللي احنا لازم نخليها كل سنه، ده اساسي بالنسبه لنا. احنا بنحب الزيتون البيتي جدا، بيبقى ليه طعم كده تاني خالص. نزلت بقى بالزيتون ونزلت بقشر الليمون، مش هيترمي طبعا زي ما انتم عارفين، هنحطه برده مع المخلل. ونزلت بقى بالجزر المبشور، وهحط شويه شطه بقى كده حلوين. الحاجات دي كلها بتفرق مع طعم الزيتون بصراحه في التخليل. معايا الثوم هنزل بيه برده كله، ورق اللورا برده حطيته بالشكل اللي انتم شايفينه ده كله، هحطه على قلب بعضه كده ايه. وعصير الليمون برده كمان هنزل بيه زي ما انتم شايفين كده بالظبط. بعد كده بقى هبدا ان انا احط الملح بتاعي. هو الكيلو الزيتون عامه او كيلو المخلل بياخد معلقتين ملح كبار، فانا هحط 6 معالق ملح ل3 كيلو زيتون. طبعا 3 كيلو بقى بالحاجات بتاعتهم يعني ايه والشطه والكلام ده كله، يعني هما المعلقتين بيبقوا مظبوطين جدا، بيخلوا الحدق بتاعه مظبوط قوي، مش عايز حاجه اكتر ولا اقل. ونزلت طبعا بشويه خل. معايا بقى هنا انا بصراحه ما لقيتش كرفس، هو المفروض يحط كرفس بس انا كان عندي حزبه بقدونس كده، فقلت ايه هحطها تديله برده ريحه حلوه، وهتبقى برده ايه ميكس كويس معاها كده، هتبقى طعمها برده حلو. فانا حطيت بقى طبعا كل الكلام ده كله على بعضه عشان انجز معايا في الوقت. هي في ناس طبعا بتحط رقات ورقات، فانا طبعا لا ما بحبش اعمل كده، بحط كله في قلب بعضه واقلبه بقى تقليبه حلوه كده بنت ناس. كله في قلب بعضه كده من تحت لفوق كده لحد ما كله يبقى مع بعضه ايه تشكيله كده ايه مع بعضها زي ما انتم شايفين كده بالظبط. طبعا شكل غني يعني عن التعريف، طبعا شكله اصلا يفتح النفس من قبل ما يتخلل بصراحه. معايا بقى الميه بتاعتي اللي هي ميه الليمون اللي انا وريتها لكم. انا طبعا ميه الليمون حطيت عليها معلقتين كركم، ونزلت عليها بشويه شطه برده من اللي هي المتخرطه دي. طبعا مش عايزه اقول لكم يعني على الميه عامله ازاي بتاعه الليمون، حلوه جدا. دي طبعا انا مش هحط عليها ملح خالص، لان طبعا معايا هنا انا حدقه الزيتون جاهز بملحه بكله تمام قوي كده. مفيش بقى قدامي غير ان انا هجيب بقى البرطمانات بتاعتي، طبعا غسلاها ومظبطاها كده ومعقماها، هي جاهزه كده للتخليل. معايا بقى الدقه هركنها على جنب كده، وهنزل بقى بالزيتون بتاعي بقى بالحاجات بتاعته كلها في قلب البرطمانات بالشكل ده. طبعا انتوا عارفين ان كل حاجه دلوقتي غاليه، والمخلل وكل الكلام ده كله بقى اسعاره كلها معديه، مهما الحاجه انت هتشتريها هتبقى غاليه، بس برضو اوفر من ان انت هتشتريها من بره، يعني اوفر ما تشتريها من اللي هي الجاهزه. لا، هاتي الحاجه واعمليها في البيت وهتفرق معاكي كتير جدا، هتفرق في الفلوس وهتفرق في الطعم وهتفرق في النظافه، هتفرق معاكي في كل حاجه بصراحه. وفي نفس الوقت حاجتك هتبقى موجوده عندك في البيت، مش هتحتاري ان انت تخرجي تجيبي حاجه من بره، لا بتبقى موجوده وانت ضامنه نظافتها وانت عاملاها بايدك. فما تكسلوش ابدا ان انتوا تعملوا الحاجه في الموسم بتاعها، لان طبعا بتنفع بعد كده بصراحه. انا طبعا الدقه بقى اللي فاضت من اللي هي العصاره بقى اللي نازله من الزيتون والكلام ده كله، نزلت بيهم بقى هنا في البرطمانات. ومعايا بقى الدقه اللي انا عاملاها لوحديها اللي هي العصاره بتاعه الليمون. طبعا انا شلت القشر ركنته على جنب، وخدت بقى العصاره بتاعتها كده من الميه المغليه طبعا، لان انا مش هحط ميه خالص كده على الوصفه بتاعتنا النهارده. هنزل بقى بالدقه اللي انتوا شفتوها دي، انا نزلت بيها طبعا كده على الزيتون بتاعنا، وطبعا الحدق بتاعها مظبوط جدا، انا دقتها برضو لقيت حدقها حلو جدا، مش محتاجه حاجه تانية. بالشكل الجميل اللي انتوا شفتوه ده يعني كده خلاص كده تمام قوي. انا في العاده طبعا كنت ما شاء الله بخلي يمكن 6-7 برطمانات زيتون، بس طبعا انتوا عارفين الجو اصلا السنه دي غالي في كل حاجه، يعني سواء شطه فلفل جزر كل الكلام ده اصلا اسعاره غاليه. فانا بصراحه اكتفيت بس ب3 كيلو زيتون، ومعاهم طبعا يعتبر زيهم شطه والكلام ده كله، فاداني برضو ايه كميه حلوه برضو مش وحشه. طبعا القشر اللي احنا بتاع الليمون اللي احنا ركناه على جنب بعد اللي احنا سلقناه، نزلنا منه العصاره وركنته على جنب، وجبت بقى احطه بقى على الوش طبعا كده زي ما انتم شايفين. طبعا احنا نزلنا برضو بشويه زيت على وش الزيتون، وهغطي بقى بالليمون اللي انتم شايفينه ده. طبعا انا مش ماليه البرطمانات دقه قوي عشان مع الفوران والكلام ده كله،
الملح بقى بيتفاعل مع الخل مع الحاجات دي كلها مع الليمون، فبيبدأ ان هو ايه يصر بقى كده ميه وحاجات من دي بتاعه التخليل، يعني ميه حادقه يعني ومالحه وكده. فعشان ما يدهولكيش الرخامه وكده، لا انت بقى بتخليه ناقص شويه وتقفلي عليه بقى طبعا بالاكياس كده كويس جدا، بحيث ان انت تضمني ان الهواء ما يدخلوش خالص. وهكتب عليه برضو التاريخ عشان برضو اشوفه بالظبط ان هو خد معايا وقت قد ايه. هي للمعرفه مش اكتر، يعني ابقى عارفه برضو انه مخليه امتى وخد معايا وقت تخليل قد ايه. وده شكل الزيتون بتاعنا بعد ما تخلل.